أهلا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة فك المساس بعنوان ما بعد آدم عليه السلام. ما تنسوش تبقوا تشوفوا الفيديو اللي فات علشان مهم جدا في سرد الحكاية. أنا محمد مصطفى وده برنامج أجندة. في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم مثل له الدنيا شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأنهارها وبحارها وبناءها وخرابها ومن يسكنها من الأمم ومن يملكها من الملوك، إلى آخر الحديث. بعد هبوط آدم عليه السلام للأرض ومقابلته لستنا حواء على جبل عرفات، عاشوا في الأرض وعمروها، وحصلت قصة قابيل وهابيل المشهورة واللي الغالبية عارفينها ومصدقين إن دافعها الأساسي الشهوة والغيرة والخيانة، زي ما موجودة كاملة في الإسرائيليات. وده صحيح، ولكن التفصيلة اللي ما يعرفهاش كتير إن هابيل كان هو الموعود بإرث النبوة بعد أبوه، فلما اتقتل هابيل دعا سيدنا آدم ربنا إنه يعوضه بابن صالح يرث النبوة من بعده، فرزقه ربنا بسيدنا شث عليه السلام. وبيتقال إن اسم شث معناه هبة الله، وده صحيح، ولكن شث بلغة المثاني المشتقة من العربية القديمة واللي اتكلم بيها سيدنا آدم واللي جات منها الكتابة المقدسة الهيروغليفية، بيتقسم فيها الاسم لجزئين: شيء وإث. شيء معناها شيء وحذفت الهمزة للتخفيف، أما إث معناها ثمين، أي شيء ثمين، والمعنى ده بيوضح إنه جه بعد أخ اتقتل وهيورث النبوة، فلازم الحفاظ عليه. وأمر سيدنا آدم ولده شث إنه يسكن كنانة الله لينعم بالسلام والأمان، وبكده يبقى سيدنا شث وذريته أول من سكنوا مصر، وتحديدا سيناء حول جبل الطور. وطبيعي أول حاجة يعملها أي نبي في أي أرض جديدة إنه يبني للناس مسجد للعبادة، فكان أول مكان يقيم الناس فيه مسجد ويعمروه بالطاعة فسموه البيت المعمور. وبكده كان أهل مصر من البداية أهل توحيد، وده واضح في أول آيات سورة الطور في قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وفي التفسير إن البيت المعمور هو بيت في السماء فوق الكعبة، وبيحجوا كل يوم 70,000 من الملائكة، والسقف المرفوع اللي هو السماء، والبحر المسجور أي المشتعل، وده هيكون يوم القيامة، زي في قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، كما بسورة التكوير. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه: إزاي يتحدث ربنا عن جبل الطور وينتقل فجأة للحديث عن السماء وبعدها عن علامات الساعة؟ ولأن السياق عن جبل الطور فسياق القرآن له إطار لا يحيد عنه. طب إيه هو الكتاب المسطور؟ في التفسير قالوا الكتاب المكتوب، ولكن ما قالوش حتى أنهي كتاب. طب وإيه هو الرق المنشور؟ فنتيجة لكل اللي ذكرته هيكون المقصود هو البيت المعمور داخل جبل الطور، كقوله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور. ولاحظوا معايا كده إنه كتاب مكتوب في صحف رقيقة، ودي إشارة إن أجدادنا المصريين القدماء هم اللي كتبوا الصحف دي. ونقول من تاني إن الهيروغليفية لغة كتابة مقدسة ورموز محيرة استخدمها المصريين القدماء لأنهم أول من كتبوا على ورق البردي. وعلشان نوضح الفكرة أكتر لازم نذكر طريقة صنع البردي اللي هي كالتالي: بيجيبوا ساق نبات البردي ويقشروه ويقطعوه لشرايح ويغطسوه في النيل أسبوع ويخرجوه ويحطوه بين طبقتين من جلد الحيوانات وينشروه في الشمس عشان يجف فيتحول ورق، وهو ده تفسير الرق المنشور. أما تفسير والسقف المرفوع لأن البيت كان داخل الجبل، والبحر المسجور اللي هو البحر الأحمر وملوش علاقة بإيقاد البحار يوم القيامة زي ما في سورة التكوير. تقول لي ليه؟ أقول لك: لأن البحر الأحمر اتسمى كده لكثافة الشعاب المرجانية، وده بيخلي لون مياهه العميقة بالأحمر، وهو لون الشعاب كالنار الموقودة. وعن ابن عباس قال عن المسجور بمعنى البحر المحبوس عشان ما يغرقش اليابسة. ولو رجعنا للخريطة هنلاقي شبه جزيرة سيناء في قلب البحر الأحمر. ولحد دلوقتي حراس العرين موجودين بالبيت المعمور، واللي هم القوم الجبارين اللي أشار ليهم القرآن، واللي رفض بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة سيناء بسببهم، لأنهم سيف الله المسلط عليهم وسبب رعبهم. وده واضح في قوله تعالى:
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فالأرض المقدسة هي سيناء وليست فلسطين زي ما كتير مصدق، لأن دي الأكذوبة اللي العالم كله بلعها زي الطعم، وده اللي هنوضحه في حلقة منفصلة إن شاء الله. نرجع لبقية الحكاية. المهم دخلها بني إسرائيل كنوع من الابتلاء عشان عصوا الله وعبدوا العجل، وعشان كده ربنا حرمها عليهم وشتتهم، لأن ربنا كتب على نفسه ألا يعصى ولا يعمرها له عاصي في هذه الأرض. والشيء الغريب إنهم حتى لما احتلوها من سنة 67 ل 73 ما عمروهاش برضه. فإيه السر مثلا؟ واللي يأكد كده أكتر إن كان حلهم اللي قدموه للقضية الفلسطينية هو إنهم يدوها لحماس ويخلوهم يتنازلوا عن فلسطين لإسرائيل. طب إزاي يتفق ده مع حلم إسرائيل الكبرى لو هم مش عارفين من الأساس إنها محرمة عليهم؟ وعلشان نأكد لكم أكتر إن البيت المعمور في الطور، فخلونا نفتكر الآية دي. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ولما دخل سيدنا موسى حرم الوادي المقدس أمر ربنا بخلع عليه، وأمر بني إسرائيل أول ما يدخلوا سيناء يسجدوا ليه ويدعوا له عشان يغفر لهم، كما في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طب بالله عليكم الناس بتعمل كده فين؟ مش في بيت الله؟ فده المكان الوحيد اللي ربنا تجلى عليه دونا عن أي مكان تاني، لأنه أطهر بقاع أرض الله، زي ما ورد في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وآخرا وليس أخيرا، السؤال هنا: إيه هو الكتاب ده؟ وإيه ماهيته ومحتواه؟ وإيه ماهية البيت المعمور؟ وإيه ديانة القدماء المصريين الحقيقية؟ وإيه أصل عبادة الأوثان وتعدد الآلهة؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقات الجاية من سلسلتنا فك المساس. لو عجبك محتوى الحلقة ادعمنا بنشرها ومتابعتك لينا على كل منصات التواصل اللي بتستخدمها. شكرا على المشاهدة. سلام.